وفي ثامن أيام شهر رمضان المبارك. اللهم اجعل لنا في هذا اليوم صحة وعافية، وزدنا به قوة على طاعتك، وأعنا على صيام يومنا وقيامه، وتقبله منا خالصا لوجهك الكريم. اللهم ارزقنا في هذا الشهر الكريم مغفرة تمحو الذنوب، ورحمة تشرح الصدور، وبركة تمتد في حياتنا، ورضوانا لا سخط بعده. اللهم اجعلنا من المقبولين، وارزقنا حسن الختام، واكتب لنا سعادة في الدارين، وفرجا قريبا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء. اللهم اجعل يومنا هذا سببا لمغفرتك، وقيامنا سببا لنور في قبورنا، وصيامنا شفيعا لنا يوم نلقاك. اللهم الثبات على الصلاة حبا وليس فرضا، وجعلها أحب إلينا من أمور الدنيا وما فيها. اللهم اشدد أزري بك دون سواك، وألهمني رشدي، وأبدلني بمسرة ونعيم منك لا من أحد غيرك. اللهم روي قبر من قطعت حيلتهم من هذه الدنيا يا رب، اجعلهم من المكرمين المنعمين في جنتك. اللهم ارزقني القوة ما أبقيتني، والشكر فيما آتيتني، والبركة فيما رزقتني. اللهم لا تقطع رجائي ولا تخيب دعائي. اللهم إني أسألك باسمك العظيم الذي تفتح له أبواب سماواتك، وأدعوك دعاء الضعيف المضطر، أن ترزقني رضاك، وأن تفتح لي أبواب رحمتك يا رب. كل خير فتحته لأحد من خلقك، ولا تسده حتى ألقاك وأنت راض عني. اللهم نفس كربتي، وارحم عبرتي، وآنس وحشتي، واستر عورتي، واستجب دعائي، وأعطني مسألتي، ولا تحرمني وأنا أسأله، ولا تعذبني وأنا أستغفره يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الخالق وأنا المخلوق، وأنت الرازق وأنا المرزوق، وأنت المالك وأنا المملوك، وأنت المعطي وأنا السائل، وأنت القادر وأنا العاجز، وأنت القوي وأنا الضعيف، وأنت المغيث وأنا المستغيث، وأنت الدائم وأنا السائل. فارحم ذلي بين يديك وتضرعي إليك يا رب. اللهم يا خالقي، لا تجعل في قلبي مثقال ذرة من كبر أو هم أو حزن أو تيه أو ضياع. اللهم إنك تعلم كل شيء، ولا أعلم أي شيء. دلني على من أراد بي خيرا ودله عليه، واصرفني عن من أراد بي شرا واصرفه عني. اللهم اهدني إلى طريقك الحق القويم، وصراطك المستقيم، واجعلني من الهداة المهتدين. اللهم آمين.